القصة بدأت لما هالة كانت ماشية في سوق الجمعة، لقت مراية قديمة، الإطار بتاعها خشب غامق مليان زخارف غريبة، والإزاز بتاعها مش لامع زي باقي المرايات، كأنه معتم شوية. البياع قال لها: دي تحفة، ما تخليش شكلها يخوفك. أول ما رجعت البيت حطتها في أوضتها، وهي بتبص فيها انعكاس الأوضة مش هو نفس أوضتها بالظبط، كان في فرق بسيط. الحيطة وراها لونها أغمق، والسرير مكانه مش نفس مكانه. قالت: يمكن عشان الإزاز قديم. لكن بالليل وهي بتعدي قدام المراية لمحت حركة جوه الانعكاس، وقفت تتأكد. مفيش حاجة. تاني يوم الصبح شافت في المراية ظل واقف وراها، لفت بسرعة، مفيش حد. الأيام عدت، وكل مرة تبص في المراية تشوف أوضة تانية، نفس حجم أوضتها بس فاضية إلا من كراسي قديمة وستاير مقفولة. ومع كل يوم الستارة جوه المراية كانت بتتهز كأن في حد وراها. في ليلة وهي نايمة صحيت على صوت خربشة جاي من اتجاه المراية. قامت ولما قربت شافت الستارة في الانعكاس بتتفتح، وراها ست واقفة طويلة شعرها مبلول وبتبص عليها بعين واسعة سودة.